كاين باش نعرفوا نحلوا المشاكل. ولكن هذا النقاش كان خصو يكون ملي بغيت البروجي ملي تنبغي نبني بدايه كندير هذا النقاش ديال هذا البركوش ديالي ولا ما دياليش ولا كان دابا البدايه وحنا ديما كان هذا النقاش عندنا مع الاخوان ديال الوكاله في التقرير تاع الكهرباء وكنا تنقولوا الضوء راه ما تيملك ما تيحيد منك وما تيملك ما تيحيد منك ولا غير الضوء كاع شي واحد كاع بريدي شي دار ديال شي واحد وغلط وما جاتش ليا كذا وعطيتو ليه من بعد وجي يحيدوا ليه سحبوا ليه الطاقه كاين المشكل اللي اساسي واللي مهم في جلسه الرضا هو اليوم اللي خصنا نشتغلوا عليه هو طريقه التسجيل ونفكروا فيها مزيان. ولكن انا تنقول هذه الاتفاقيه اليوم هي بدايه والاطارات اللي نشتغلوا داخلها هي بحال هذه الاتفاقيات. دونك اليوم هذه الاتفاقيه هي اطار اللي غنشتغلوا داخله واللي غنفكوا فيه المشاكل اللي كلها غنواجهوها لا ديال العقار الصفير لا المشاكل التدبيريه لا ديال واش غيولوا حوانت ولا ما كانوش حوانت ولا يبقاو هكاك على اساس انه فضاء فيه كولوار ويخدموا فيه الناس الى اخره. اذا الاخوان كنظن الامور راه واضحه على حسب التدخلات ديال الاخوان. نمشيو للتصويت مباشره. مصوتون بنعم كنظن كاين اجماع حاضرين مصوتين بلا لا احد يصادق عليها المجلس الجماعي ياك وفي البوع ديالك امام هاد الناس المستفيدين شنو تقدر تقول لهم؟ وحنا كنقولوا سمعنا في السوق النموذج بان قالوا الهضره بان الا بغا يوفي كلمته يبقى معنا العام الجاي خاصو يدخل لنا الضوء. صحيح هذه هي الهضره اللي كانت. شنو تقدر تقول لهم؟ اول حاجه بغيت نشكر جميع مكونات المجلس البلدي انهم كانوا مآمنين بالقضيه ديال ملف المطلبي تاع سوق الخير ومن حقهم على انهما يدعمونا بشروط وبقوانين. هذه المساله ما تنتقلقوش منها. ثاني حاجه هذا كان تحدي ديال الجمعيه، تحدي ديال الجمعيه على انها يعني توقف على هذا الملف وتناضل عليه حتى يتنفذ بتعاون وبتنسيق مع الجهات المعنيه بالامر. والحمد لله احنا خرجنا بهذا في نهايه المطاف تاع النضال كله. احنا خرجنا بواحد القرار للمجلس البلدي بغى يتعاون مع الفئه هذه المهنيه المتضرره من الكهرباء. طبعا تنشكرهم، نزيد نشكروا ايضا جميع المستشارين، النواب، الرئيس، المتعاطفين، المتضامنين، حتى الاعلام اللي تا هو كان ضامن معنا، الاطر ديال مؤسسه المجلس البلدي، يعني جميع الناس اللي كانوا متعاطفين معنا تنشكروهم. وحنا راه الاشاره في خدمه المصلحه العامه وتنشكروا صراحه يعني التجار اللي تا هما عطاونا واحد التحفيز وواحد الدعم حنا كجمعيه على انهم يمشوا معنا ويتعاونوا معنا على جميع المطالب تاع السوق. نقدروا نشوفوا ان كل اناره كل بوست يكون فيه الضوء ديالو. السي رضا هو صراحه كنا مشينا اول مره مشينا في واحد الاطار ديال انه يكونوا عدادات كهربائيه فرديه في كل رواق. بالتالي ما كانش عندنا واحد العدد كبير تاع الشركاء لان كان المبلغ كبير بزاف اللي تيتجاوز واحد 240 مليون. زائد ان المرافق ما كانش على واحد مبني على واحد يعني واحد الهندسه باش ان هذاك العدد الكهرباء الفرديه ما يشكلوش حتى شي خطوره. مشينا في الطرح الثاني السريع على انه يكونوا 4 عدادات كهربائيه في كل دار ومن خلالهم غادي يستافدوا منهم هذوك التجار وغادي نكونوا على الاقل حلينا هذا المشكل تاع الاناره. زائد تشكروا اللي هو الشريك الثاني في هذا الملف اللي هي غرفه التجاره والصناعه والخدمات. تنشكروا رئيس الغرفه ومكونات اعضاء غرفه التجاره والصناعه والخدمات لانهم تاهما ساهموا معنا بواحد المبلغ 20 مليون يعني تضامنا مع التجار. وصراحه يعني يبينوا على حسن النيه ديالهم الجميع المهنيين التجار لانهم تاهما عاشوا تيشوفوا ذاك المعاناه اللي عشناها طيله هذه المده سنتين من تفتح السوق على ان كاين غياب تاع الاناره. ولكن الحمد لله كان ذاك الامور جات بمراحل وطبعا جات بخطوات وعشنا الحمد لله. كانت واحد الاكراهات كثيره، جات كورونا، جات مشاكل ديال اقتصاديا، جات زلزال. هذه المراحل يعني المغرب كامل عاشها. والحمد لله الامور الحمد لله بتوجيهات سيدنا اللي هي غادي في خطى ثابته. وحنا تنشكروا جلاله الملك لانه هو صاحب هذه المشاريع تاع المبادره الوطنيه للتنميه البشريه.
باش يوصلكم جديد ديال اسفي الآن تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.